أخرى في سوريا؟ التواجد الأمني كان في تلك المنطقة. أنا كنت أزور هذه المنطقة أيام الجمعة خلال الأسابيع الثلاث أو الأربعة الماضية. كان التواجد الأمني يكون أكثر كثافة من اليوم، يعني هناك تواجد بلا شك، لكن أقل كثافة. يعني ما رأيته من عناصر الأمن الموجودين في تلك المنطقة أنهم مثلا يعني هم يحملون الهراوات فقط. هذا ما رأيته بأم عيني يعني. ولكن هل هناك قمع لهذه المظاهرات أم ربما ترك هؤلاء المتظاهرون يعني يمشون في الشوارع ويتظاهرون ويحتجون بحرية، أم هناك قمع في هذه المظاهرات؟ نعم، وصلني أن البعض قد لجأ إلى تكسير نوافذ في هذا الشارع أمام جامع الحسن تحديدا، لكن صراحة لم أرى هذا بعيني، يعني لأنني لم أصل إلى تلك المنطقة أمام جامع الحسن تحديدا، يعني في الشارع المؤدي إلى شارع خالد بن الوليد، والذي يعني المواطن السوري يعرف عن أي منطقة أتحدث أنا. هذه المنطقة لم أصلها، لكنني سمعت أن هناك تكسير لبعض نوافذ البنايات، وبالتأكيد الأمن السوري تدخل لاعتقال من يمكن أن يكون قد تسبب في مثل هذه الأحداث. ليلى، طيب حنا، بالنسبة للاجئين، الآلاف من اللاجئين السوريين في الأراضي التركية، كيف ينظر إلى هذه النقطة وكيف تتعاطى السلطات في سوريا من أجل إيجاد حل لهؤلاء اللاجئين، خاصة وأن تركيا رفضت غلق الحدود؟ نعم، كنا يوم الأربعاء كما تعلمين في منطقة جسر الشغور، هناك حيث تم اكتشاف مقبرة جماعية. النازحين في داخل الأراضي السورية يعني أجرينا بعض اللقاءات، وهذا موثق تلفزيونيا، عن أن البعض بدأ يعود من مناطق ومن محافظات مجاورة كإدلب واللاذقية وحلب. بدأ الأهالي جسر الشغور تحديدا بالعودة. أعرف تماما شخص موجود الآن في الأراضي التركية، وهو أخ لي، صديق لي، يعني هو يحاول الاتصال بي كل يوم. كنت متواجدا مع الجيش يوم الأربعاء الماضي، يعني مع ضباط كبار في تلك المنطقة. عندما تحدث قال إن هناك من يعني يروج إلى أننا عندما نعود إلى بيوتنا في منطقة جسر الشغور سيتم اعتقالنا، سيتم يعني معاملتنا بعنف. نقلت هذا الكلام إلى أحد الضباط، وقد تحدث معه مباشرة وقد أراحه وقال له إنه أنتم أبناء هذا البلد وتعالوا ونحن يعني سنستقبلكم بالورود. هذا ما سمعته من الضابط الذي تحدث إليه. بالتأكيد حتى الآن لم يأتي أي أحد، أو على الأقل كما سمعت لم يأتي أي من المهجرين إلى تركيا، لم يأتي نعم. إلى سوريا بعد. شكرا لك حنا حوشان مراسلنا من دمشق، أشكرك على كل هذه الإيضاحات.